يا مساء الفل عليك يا صديقي العزيز، او يا صباح الخير. طبعا انت داخل الفيديو وشفت عنوان الفيديو اللي بره، فخليني بقى ايه يعني 2026 بقى واقعد اقرفك فيديوهات. ده انا هطلع عينيك. بص، ده انا انتوا النهارده في الفيديوهات دي. فخلينا يعني ايه ان انا تستبق الاحداث ونتكلم عن موضوع فيديو النهارده. فيديو يعني اظن ان هو نوعا ما هيكون لذيذ. فيديو هيكون ليا ولكل الشباب. انا الفتره الجايه حابب ان انا انقل محتوى القناه من قناه محتواها معتمد على التصميم الجرافيك او الكلام ده كله، لقناه هدفها انها تناقش مشكله عامه ونحلها سوا او نوصل لحل سوا. سلسله جديده سوف نبداها سوا، وسلسله يعني حرفيا هتبقى سلسله يوميه. هنعمل فيها ايه السلسله دي؟ احنا طبعا كشباب حاليا، وطبعا انا كشاب 21 سنه فيعني فاهم، ابحث عن بنت الحلال المطلقه اللي عندها 90 سنه يعني. المهم، عايزين نوصل لفكره ان احنا نقدر نكون هدفنا في 2026، او نكون يعني تارجت نوصل لحاجه معينه. فانا التارجت بتاع السنه دي يعني عايز اوصل لمليون جنيه وبتاع، فاهم يعني اعمل نفسك خدش بالك. عايزين نوصل مع بعض يا صديقي العزيز ان احنا نوصل خلال السنه لمليون جنيه عامه. هتقول لي ما انت نزلت فيديو قبل كده انك عملت مليون جنيه. لا، ده انا نزلت لك بعد ما وصلت للانجاز. هتقول لي فين المليون جنيه دول بقى؟ انت شكلك هتجيبهم وتطلع بقى بيهم وتقول لنا ان انت عملتهم. والله صرفتهم، والله ما بقوا موجودين. وانا شاب حاليا بائس لا املك من المال. يعني بص، مش لا املك من المال قوي يعني في فلوس، بس يعني لا املك المليون جنيه فاهم الفكره؟ فاحنا الفتره الجايه عايزين خلال السنه نوصل لحاجه زي دي. فخلينا نقسم البلان بتاعتنا على 300 يوم. الفيديو ده عشان بس ما تحسش انك متلخبط شويه، انا الفيديو ده بصوره بدون سكريبت بدون اي موضوعات. يعني فيديو زي ما بنقول ايه كده، اللي هو فاهم من القلب عليك على طول. احنا معانا حاليا 300 يوم نقدر نعمل فيهم المبلغ دوت. احنا لو وصلنا 75% من التارجت بتاعنا فاحنا نجحنا. اوكي، اللي هم مثلا 750 جنيه، اللي هم 750 الف جنيه يا صديقي العزيز. اوكي، طيب خلينا نقسم الفلوس دي اصلا على 300 يوم، نشوف مثلا 300 يوم هيبقوا كام الفلوس. طيب، ببساطه خالص صديقي العزيز، يعني انا عملت كالكوليتنج على الاله كده سريع سريع. فاحنا لو خدنا بالنا ان المليون جنيه لو قسمناهم على 300 يوم، فاحنا محتاجين تقريبا يوميا حوالي 3340 جنيه. يعني اعمل نفسك خدش بالك من الرقم. الرقم يبان ان هو كبير، بس احنا لو خدنا بالنا احنا هنلاقي نفسنا مثلا شهريا بنقدر نعمل ارقام اكتر من ديت. يعني عامه لو خدت بالك هتلاقي مثلا نفسك ممكن يجي عليك تاسكات معينه في الشهر بتعمل فلوس اكتر. بس خلينا الاول قبل ما نيجي بنحسب الفلوس ونحسب احنا هنعمل كام يوميا، احنا ايه المهارات اللي عندنا اصلا اللي تخلينا نقدر نعمل فلوس. انا هتكلم عن نفسي وانت تطلع ورقه وقلم وتكتب ورايا برضو، وتكتب المهارات اللي عندك. يعني مش هتكتب اللي انا بقوله، لا اكتب اللي عندك انت. اوكي، فافترضنا يا صديقي العزيز لو انا اتكلمت عن نفسي، انا مهاراتي كالاتي: اقدر اكون مصمم جرافيك، اقدر اكون فيديو اديتور، اقدر اكون كمان وورد بريس ديفلوبر وترابيزات بلياردو وبنج. احنا لو اتكلمنا صديقي العزيز انا عندي الثلاث مهارات دول اقدر اشتغل بيهم خلال السنه الجديده. وخلال السنه الجديده كمان برضه هنحط تارجت تاني، وان احنا نتعلم مهارات تانية او مهارات جديده تجيب فلوس. فخلينا نمسك ثلاث مهارات دول. المهارات دي انا اقدر اعمل منها فلوس عن طريقتين او طريقتين. اول واحده فريلانسنج، ان انا اشتغل من سوق العمل الحر زي ما انا شغال عامه معظم الوقت، او ان انا ادور على وظيفه تديني مرتب ثابت. وهنا في الحاله بتاعتنا دي عشان الرقم طبعا هيبقى كبير جدا، فاحنا الفتره الجايه هنحاول نبحث عن المجالين مع بعض، ونحاول نكرس تقريبا يومنا كله في ان احنا نعمل الحاجه دي. السلسله دي مناسبه لمين؟ السلسله دي مناسبه لواحد طالب جامعه او واحد مثلا مخلص جامعه. فيعني انت ان كنت شخص لسه في المدرسه فانا مش هقدر الومك لو ما قدرتش تكمل معانا السلسله او ما قدرتش تعمل معانا الارقام دي. عامه خش السلسله ايا كان انت كنت سنك قد ايه، ايا كان عندك مهارات قد ايه، خش السلسله بتاعتنا. وممكن وارد انك تقدر تعمل الفلوس دي او تقدر تعمل اقل منها. ايا كان الفلوس اللي تطلع بيها خلال السنه فانت عملت انجاز، انك عملت يعني معنى الكلمه فلوس على جنب غير الفلوس انت تصرفها، او اتعلمت مهارات جديده او غيره او غيره. فمش لازم تعمل مليون جنيه كلهم فلوس. ممكن انت المليون جنيه دول يتقسموا معاك، انت اتعلمت مهاره جديده مستقبليا تجيب لك فلوس عادي جدا. احنا كلنا ايه بنحاول نسعى. فيا صديقي العزيز، احنا بالنسبه لنا دلوقتي معانا يعني 300 يوم نحاول فيهم ان احنا نعمل حاجات كتير، ان احنا نشتغل بالمهارات اللي عندنا، نتعلم مهارات جديده، وكمان نستثمر الفلوس بتاعتنا اللي هتيجي دي عشان نقدر نوصل للرقم ده. لان طبعا احنا صعب ان احنا نوصل ل 3340 جنيه في اليوم. كشخص انا بتكلم كمحمود بقى، هرجع لمحمود القديم مش محمود بتاع دلوقتي. كمحمود القديم اللي هو بيشتغل فريلانسنج وبيسعى، مش شخص صاحب شركه ولا الكلام ده كله. انسى كل الكلام ده، مش هتشارك معانا في حرفيا في السلسله كشركه او الكلام ده، مش هتشاركوا معانا في السلسله. انا هتكلم عن نفسي وبحاول بنفسي انا. فيوميا انا ممكن اتكلم كشخص هحسب الليمت بتاعي يوميا، انا ممكن اوصل ل 1000 جنيه يوميا تمام كفلوس داخلالي. طبعا مقارنه بالفلوس اللي احنا عايزينها دي فاحنا هنوصل ل 300000 جنيه، فاحنا ما وصلناش 30% من التارجت. هنحاول نكبر الفلوس ديت عن طريق طبعا ان احنا نعمل انفستمنت للفلوس ديت في استثمارات، في مثلا وليكن بورصه مصريه غيره. هنحاول ايه نطور الفلوس سوا مع بعض.
خلينا نوصل لتارجت مع بعض. احنا قلنا دلوقتي كل واحد مهاراته كتبها عنده على ورقه، اوكي. ودلوقتي نبدا نخش على الجزء الثاني، وهو جزء ان انا عايز اتطور واخش مهارات جديده. لو خدنا بالنا دلوقتي احنا هنلاقي ان الاي اي هو بنوعا ما هو المسيطر، فاحنا الفتره الجايه احنا لازم نتعلم مجالات نقدر نستخدم الاي اي فيها عشان نوفر على نفسنا وقت ومجهود، زي البرمجه، زي كتابه السكريبت، زي الكونتنت كرييشن عامه، مش كتابه السكريبتات بس، لا وكونتنت كرييشن. عندنا برده كمان ان احنا نقدر نستخدم الاي اي يساعدنا في فكره البلاننج، او ان احنا نخطط حاجه معينه او نحسب حاجه معينه. انا شايف ان الاي اي دخل في معظم الحاجات، فاحنا نقدر نستغله لمصلحتنا. يعني احنا بنتكلم حاليا ان احنا ممكن نتعلم مثلا، انا افترض كمحمود حاطط تارجت لنفسي واتعلم حاجه زي البرمجه، عايز اتطور في البرمجه جامد جدا عشان اقدر اوصل لمرحله ان انا اعمل تاسكات ب 30 و 40 الف جنيه عادي جدا. طيب نحاول نحط بقى بلان نمشي عليه عشان نوصل لحاجه زي دي. انا الفتره اللي فاتت الحمد لله بفضل الله، انا واحد من الشباب اللي كانوا عندي في الكورسات المحترمين جدا اسمه عبد الرحمن، كان مشترك في منصه ينفع، فهو مشترك في المنصه، فاوريدي هو اشترك سنه، فكان بيقول لي لو حابب تخش معايا يا باشمهندس وكده، فعرض عليا، وصراحه انا حبيت ان ادخل ابص برضه ابص على الكورسات، بس وقتها ممكن استفيد. دخلت على منصه ينفع، اكتشفت فيها محاضرين انا كنت نفسي اكلمهم مثلا، او حاولت اكلمهم بس ما لقيتش منهم اي قبول او رد، لان طبعا اكيد عندهم ضغط او غيره في كورسات زي البرمجه وغيره، زي مثلا محمد عمرو وغيره من الناس دول يعني بجد اسامي تقيله. فانا حاليا على منصه ينفع بتابع الكورس بتاع محمد عمرو من اول HTML، ببدا فروم سكراتش. طيب انا كشخص بتفرج عليك دلوقتي هستفاد ايه؟ هقول لك ان احنا هنعمل روم، هتلاقي اللينك بتاعها تحت على الديسكورد، هي اصلا موجوده، فهتلاقي اللينك بتاعها، هتلاقي في كوميونتي واتساب تحت، هتلاقي في كذا حاجه تحت، انزل اعمل لهم كلهم فولو، اوكي. هنبقى بندخل سيشنات يوميه ان شاء الله باذن الله الساعه 12، نقعد مع بعض شويه ساعه ساعتين، نتفرج على فيديوهين 3 4، نطبق التاسكات سوا اللي احنا اتعلمناها، ونحط نفسنا تحت ايه، ان احنا كلنا طلاب في الاول وفي الاخر، مفيش حد فينا ليفل اعلى من الثاني. هندخل ستريمنج ونقعد نشتغل مع بعض، نفيد بعض، نساعد بعض في كل المجالات. ما تجيش تقول طب انت دلوقتي تعملها برمجه، طب وباقي المجالات؟ لا، احنا نعملها في كل المجالات، وان شاء الله ممكن نحاول نتواصل مع الشباب، يعني عبد الرحمن وغيره، ونشوف برضو ايه الشباب اللي مشتركين في المنصات ديت، لو حد فيهم بيتابع مجال تاني فانت ممكن تدخل تتفرج معاه، وبرضو ايه حبيتوا ان انتوا تدفعوا التكلفه سوا، اوكي. حبيت ان انت تتفرج معاه على الستريمنج وقت ما هو يكون فاتح بس، ودي يبقى الموضوع فري، اوكي جدا، لان الموضوع هيبقى اغلبه فري، احنا بنسعى ان احنا نعمل فلوس مش ندفع فلوس. طيب اتعلمنا مجال جديد وعندنا مجالات، فبالتالي انا هشاركك اليوميات بتاعتي طبعا كل يوم. يعني يعتبر هو ده واحد من التاسكات اللي انا حاططها خلال 2026، ان انا اقدر احاول اعمل فيديوهات على قد ما اقدر، فانا هحاول يوميا اعمل فيديو، يبقى اجمالي الفيديوهات اللي هعملها خلال 2026 ان شاء الله باذن الله 300 فيديو بالرحله بتاعتنا كامله. قدرت اعمل فيديوهات ثانيه هعمل فيديوهات ثانيه. طيب يبقى احنا بالنسبه لنا دلوقتي احنا حطينا تارجت عايزين نوصل له اللي هي المليون جنيه، وطبعا انا هحاول احط لك التارجت هنا كده في الجزء ده او الجزء ده كده يعني في المونتاج، وهنثبته في كل فيديو، بيزيد وبيقل على حسب الفلوس اللي دخلت والفلوس اللي خرجت، اوكي. برضه هنحاول ان احنا في نص الرحله كده لما نجمع مبلغ نحاول نشوف ان احنا ازاي نستثمره او ندخره بشكل صح. يعني مثلا وصلنا ل 100000 جنيه افتراضا، ازاي نعين ال 100000 جنيه دي او نخليها محافظه على قيمتها على الاقل. هنتكلم في كل الكلام دوت، وان شاء الله باذن الله نحاول سوا ان احنا نبيلت مشروع كامل نشتغل عليه كلنا، ما فيش يعني هنحاول نساعد بعض، ما فيش حد فينا هيكون بمعنى الكلمه اعلى من التاني او احسن من التاني، لا احنا كلنا بنساعد بعض وكلنا عايزين نوصل لحاجه. هشارككم هنا الموضوع هيبقى على فكره في الفيديوهات الجايه، هيبقى موضوع زي ما بنقول ايه اللي هو كده افتح ورزقك على الله. هنفتح الكاميرا ونصور يومنا عادي جدا، نتكلم عن على اللي حصل بشكل عام، مش هيبقى في اي سكريبت مكتوب. وقعنا هقع قدامكم، فشلنا يعني الفشل هيحضر قدامكم، النجاح هيحصل قدامكم، الفرح هيبقى قدامكم، الزعل هيبقى قدامكم. فاوريدي انا هعيش حياتي كامله اكني بتعامل مع نفسي، اكني بعاملكم انتوا على انكم يعني انا مش حد غريب. فان كان في يوم انا فشلت في حاجه هيبقى اوريدي انتوا عارفين، ان كان في يوم انا فرحت في حاجه هتبقوا عارفين، كان في يوم وقعنا في حاجه. طيب ولا انا هشارك كل حاجه عامه بشكل مطلق، عشان انا شايف ان انا لازم اشاركك بكل حاجه، عشان ما تحسش ان انا حياتي وردي وانت اللي حياتك مطينه بطين. لا، هو احنا كلنا حرفيا العيش عندنا برضو مش احسن حاجه، بيجي علينا اوقات نهزم، اوقات نقع، اوقات نقوم، هكذا. فانا عايزك تتحمس معايا وتعرف ان احنا كلنا بني ادمين وكلنا بنقع وكلنا بنقوم، وهنسعى لحد نوصل لافضل ما يكون. عشان ما اطولش عليك، هي دي ملخص يعني السيريز الجديده اللي انا هبداها ان شاء الله باذن الله. هيبقى فيها فيديوهات يوميه هنتكلم فيها زي ما اتكلمنا، نحاول نوصل للتارجت بتاعنا. هيبقى عندنا سيشنات يوميه الساعه 12 ان شاء الله باذن الله بتوقيت مصر على الديسكورد، الظهر او بالليل دي لسه ما اعرفش، بس هو هيبقى 12 عامه، الرقم ده كويس يعني جميل.
فهنكون موجودين، وكل الاتفاق طبعا هيكون على الكوميونتي بتاع الواتساب. قبل ما نفتح هنكون بنجمع بعض، وهنعمل روم مخصصه جوه الكوميونتي للسيشن بتاع الديسكورد، ان احنا نبقى متفقين سوا كلنا على الواتساب قبل ما ننتقل على الديسكورد. والله يا شباب مثلا افتراضا مشترك في ينفع بتابع الكورس الفلاني، انا هفتح سيشن النهارده الساعه كذا افتراضا. واحد تاني مشترك مثلا في مثلا افتراضا يوديمي، هخش على الكورس الفلاني الساعه كذا. انا مش عارف الموضوع ده ممكن يكون حلال او حرام يعني، عشان برضو اتجنب النقطه ديت، بس اللي انا عارفه ان احنا بنساعد بعض يعني، مش هدفنا ان احنا نسرب كورسات حد. دليل على كده انا بقول لك ان مش هيديك الاكونت، احنا هنفتح ستريمنج ونتفرج سوا. الله اعلم ان احنا بنعمله ده حلال ولا حرام. وطبعا حد هيعمل كده في الكورس بتاعي يا باشا اتفضل، انا بديك اباحه انك تعمل حاجه زي دي طالما هتفيدوا بعض. بس يعني انا مش عارف، مش هقدر، مش محتاج ان اقول اكتر من كده، ومحتاج اقول لك ان يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. احنا هنتوكل على الله وربنا هو اللي هيعيننا وربنا هو اللي هيوفقنا، احنا مالناش غيره في الاول وفي الاخر. وانا شايف ان يعني التوكل والسعي هو واحد من الاسباب اللي بتخليك توصل للنتيجه، حتى لو كانت النتيجه اللي انت بتسعى لها دي هي حاجه كبيره. بس كده هقدر اقول لك ان كده انا خلصت كل اللي عندي. اشوفك ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي مع سيريز اليوم مشي ازاي ووصلنا لايه وكل التفاصيل وكل حاجه. واتمنى انك تتحمس في الفكره ديت، وان شاء الله باذن الله نقدر نوصل للتارجت بتاعنا كلنا خلال 2026. بس كده اشوفك على خير، سلام.